السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أحبة. اليوم معنا مناصر. شوف الفيديو، ما بنكذب على حد. الفيديو فيه أصوات إباحية ومو فضيحة، فضيحتين إحنا راح نعرض. فلا حد يقول لي ليش تنشر هذه الأمور. هذه طعانة في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، واللي تطعن في أم المؤمنين أنا ما لها كرامة ولا شرف عندي، كائنا من كان، مين ما كانت. فالأمر هذا يعني. الشيء الثاني، أنا ما طلبت منك تشوف الفيديو. إذا أنت واثق فينا ما طلبتك تشوف الفيديو. نبغى الشيعة المقفلين اللي يصدقون هذه المتشيعة، ينشرون في قنواتهم المتشيعة أم ناصر ترد على وهابي، المتشيعة مدري، يعرفون أن هذه لا قارية شيء ولا فاهمة شيء، وإنها كلها همها داخلة في هذا الدين الشهرة، الفلوس، الشهوة. هذا اللي يدخل في هذا الدين إنسان قدر. كل إنسان ممكن يرد، هل رده صحيح أو لا؟ شخص فاسد، أنت يا شيعي اللي جالس تصدقهم هالمتشيعين، هذه واحدة من المشاهير المتشيعات عندكم، ليل ونهار بثوث على التيك توك، ليل ونهار، وانتم تاخذون الفيديوهات وترفعونها ومفتخرين فيها. هذه فخركم أم ناصر. نبغاك تشوف فضيحتها. شوفها وهي تطلب انها تصعد، ولما يصعدونها تفتح الكاميرا وتسوي روحها انها بالغلط. هذه الفضيحة الأولى. ولو بالغلط خليك معنا للنهاية، خلينا نشوف. أي واحد يتدخل أو يصعد يتكلم بكلمة من الشيعة أو من جماعته يعتبر، إذا من الشيعة يعتبر هروب مني، وإذا من جماعته يعتبر هروب. تتوقع هؤلاء يوفون بعهد؟ أي خلل. أذكر قول أمير المؤمنين مروان إذا اتفق، تذكر ما أريد أذكرها، نقض فيه هم ذكره مولانا أبو سيد جديد أبو علي نور عيني وليد إسماعيل عندما طلب مناظرتي، ويدري الشيخ علي الكناني وبعض الأخوة طلب مناظرتي في قناته، قلت له ما عندي مانع. قبل ما يصعد بالمناظرة، ما أصعد وياه بالمناظرة، كان يتكلم يقول ماذا؟ يقول الشيعة الروافض إذا ألزمناهم بالدليل أخذوا يسبون الأعراض. والعكس صحيح. ناصر ميوت بناصر المناظرة ثواني نزلها ناصر كتب ثواني، انا بسوي كتب. ثواني من بداية المناظرة. مو طالعه صورتي. طيب مو طالعه صورتي. دقيقة اخوان ارجوكم سيد، ارجوك بعد اذنك، انا مستحي منك، لكن بسكر القسط وبرجع افتحها سيد. اوكي ماشي. رد تطلع ارجوك سيد. نعم ارجع سيد، مو تروح. ماشي. عادي ما صار شيء. يمكن ما يعرف يغلق القسط، مو سيد حيدر؟ ما أعرف عن شو القسط المفروض. لا هو سيد حيدر المفروض. سيد يحيى سيد يحيى معود على سيد حيدر وسيد الله يرحمه. ماكو فرق بين عمك. شلون سكرت القسط الحين؟ المفروض تنزلون، ليش ما نزلتوا؟ هذا سيد ابن رسول الله يا ابن سيد حيدر، وتريد ننزل؟ لا عفوا تبطل القسط اخواني ولا لا؟ اخواني تبطل القسط عندكم؟ نبطل؟ اوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا دكتور، حياك
لا فتح مرة ثانية، نزلوا مو بعدين فتح مرة ثانية. بس انت الصورة مالتك يعني صايرة سوداء، انت مسويها سوداء ولا؟ اي انا قالب الكاميرا سويها سوداء. قالب الكاميرا. اي فهمتك. زين بس خلي صعد وعلي سيد طلبوا قسط. تسمعني سيد يحيى؟ سمعت النص. وإذا كانت مفتوحة كاميرتي؟ ما بين شيء صح؟ ما كنت باينه بالقسط اصلا. اي بس الحمد لله اوكي. لانه مو مبين عندي طالبه قسط، مو مبين عندي طالعه بالقسط. اعتذر سامحوني. لا انا اضطريت لانك كنت ناسي المايك مبطل ومو طالع فمو قاعد يبين عندك. لا انت بهاي اللحظه تصير سريع البديهيه راسا نزلها. مو طالع عندي ابو علي. مو طالع حتى انا مو طالع عندي. سوداء هي الشاشه سوداء. نعم. الحين الكاميرا فاتحه مفتوحه الكاميرا؟ لا مو فاتحه. ام ناصر ثاني مره تصعدين طلبي قسط، لا تخليني انا اصعدك عشان تكونين متجهزه. ان شاء الله سيد. ان شاء الله. يلا وين السيد؟ ليش ما طالب قسط السيد؟ وينه؟ وان كبسوا على الشاشه جزاكم الله خير جزاء. واللي سيد وينك؟ تفضل يروح البث ابو البراء. لحظه انا قاعد عشان اقول. لا حد يروح. ام ناصر ميوت انفضحتوا. طيب ناصر ميوت هذه بس يعني بالغلط خلاص، يعني بدها تاخذ احتياطاتها. شوف معاي وهي يعني تفتح المايك بعد ما يصعدونها وتطلع أصوات جنسية، جالسة تمارس الجنس. حبوا يراجعون لها اللي كانوا موجودين على البث، قالوا يمكن زوجها ما تدري فاتح المايك بالغلط. سبحان الله، انفتح المايك بالغلط وراحت تمارس الجنس. هذا تعمد. هي تبغى الشيعة الخرفان يمشون وراها، تبغى محاورين الشيعة يذوبون لما هي بتصعد معاهم، والشايب العايب بو ياسين والحشاش القمامي. هي عارفتكم يعني، وابو الاختبارات هي عارفتكم وعارفة قذارتكم، والحركات هذه متعمدة هي تسويها معاكم. ما أدري يعني هل أنتم تعطونها فلوس؟ يمكن تبي فلوس منكم. شوف معاي هذه الفضيحة الثانية ونختم. طيب ناصر موجودة ولا؟ يا أبو كريم ما تدري المرة، ما تدري، يجوز دخلت غرفتها، يجوز زوجها جامع. يا أبو كريم لا تعمل ميوت. يا شباب ناصر اغلق البث. يا شباب بلاغات يا شباب اعملوا بلاغات، خلي ما تدري ناصر. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ناصر ما تدري يا أبو كريم ليش عملت ميوت؟ يا أبو كريم صيح معي يا أبو كريم. الحرمة ما تدري دخلت الغرفة يجوز. اللهم صل يا حسين، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مناصر البث، يا مناصر البث يا مناصر البث. يا شباب اعملوا ابلاغات يا شباب حتى ينغلق البث. يا مناصر يا ابو كريم ما مناصر اغلق البث يا مناصر. يا شباب بلاغات يا شباب. يا مناصر بلاغات يا شباب اغلق البث راح يصوروه يا شباب. يا مناصر